الرز بالخلطة ميكس بين الكبدة والرز والمكسرات. جربيه بطريقتي ومتأكدة ضيوفك هيسألوك عن الطريقة بعد العزومة. أول حاجة في الحلة أو الطاسة على النار هحط معلقتين من السكر يتكرملوا. أنا هستخدم كوبايتين من الرز، هحط معلقتين يتكرملوا على نار هادية لحد ما يبقى لونهم بالشكل ده. لكل كوباية رز معلقة من السكر. بعد كده هضيف عليها المية السخنة، وطبعا كل المقادير هكتبها لكم تحت الفيديو. ولكل كوباية رز كوباية ونص مية. هضيف عليها الإضافات والتوابل اللي بحبها. ضفت قرفة وورق لورا وكمان معلقتين من الصويا صوص عشان تاخد لون حلو. بعد ما تغلي هسيبها على جنب، وفي الحلة هحط سمنة أو زبدة أو زيت، وهضيف عليها الرز. والتوابل بتاعتي النهاردة هي الملح والقرفة بس. هقلبهم كده مع بعض. عايزة الرز ياخد من طعمة القرفة والزبدة وكمان يتفلفل شوية. هفضل اقلبه كده، ما تقلقوش لو بتستخدموا نوع كويس مش هيتكسر معاكم. انا استخدمت ابو كاس. بعد كده هضيف عليه الخليط بتاع المية بالكراميل اللي احنا عملناه، وخلاص كده هو جاهز. اول ما يشرب كل ميته هوطي النار وهدي عليه واسيبه يكمل سوا. وفي الطاسة على النار هحط قطعة زبدة مع معلقة زيت، وهبدأ أحمص المكسرات اللي أنا هستخدمها. استخدموا أي مكسرات متوفرة عندكم. هحمصها في الطاسة كويس لحد ما تبدأ تاخد لون، هطلعها على طول. وفي نفس الطاسة هحط الكبدة اللي أنا مقطعاها وغسلاها. بغسلها في ليمون وخل ومية بس، وبعد كده بشطفها واستخدمها. هنا هفضل أقلب فيها كده لحد ما تبدأ تاخد لون. بعد كده هضيف عليها التوابل، توم بودرة وكزبرة ناشفة وملح وفلفل، وهقلب كله مع بعضه كويس قوي. وهرش ربع معلقة من القرفة، وممكن كمان نضيف مستكة، دي بتديها طعم حلو قوي وما بيكونش فيه اي زفارة للكبدة. ههدي النار واسيبها تكمل سوا كويس، وبعد كده اقدم طبقنا. جربوه واستنوا فيديو لحمة الانتركوت هيعجبكم.